زي النهارده 19 رمضان حصل ايه؟ تعال اقول لك. في 19 رمضان عام 1410 هجرية الموافق 15 ابريل عام 1990 ميلادية توفى العالم الكبير حسنين محمد حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية الأسبق وواحد من أعلام الفقه في العالم الإسلامي. تأسيس الجامعة الزيتونية في 19 رمضان عام 1375 هجرية أصدرت الحكومة التونسية قرارا بأن يكون جامع الزيتونية جامعة متخصصة بالعلم، وأن تسمى الجامعة الزيتونية، وأصبح بها 5 كليات. معركة بحرية بين العمانيين والبرتغاليين في 19 رمضان عام 1121 هجرية. جرت معركة بحرية بين أسطول العرب والأسطول البرتغالي، تراجع فيها الأسطول العربي إلى رأس الخيمة. تولي السلطان برقوق حكم مصر في 19 رمضان عام 784 هجرية، وهو السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق ابن أنس ابن عبد الله الشركسي. ولد في القفقاس 740 هجرية، وقدم للقاهرة وعمره 20 عاما ليلتحق بالجيش المصري، وأتقن فنون الحرب والفروسية وترقب في المناصب العسكرية حيث أصبح أمير طبلخانة. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. لو وصلت لحد هنا شكرا، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو، وتقول لي رأيك في كومنت. سلام.